وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولكن قبل ذلك اليوم وقبل ذلك المشهد العظيم لحظة ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور. لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد أنه منتقل إلى ذلك اليوم. تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات، يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا، وتبدو على وجهه معالم السكرات، وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات. إنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر. إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا. إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرر كثيرا في جنب الله. إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله. يناديه رباه ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاسمة التي يدنو فيها رسول الله يعني ملك الموت لكي ينادي. فيا ليت شعري هل ينادى نداء النعيم أو نداء الجحيم؟ ألا ليت شعري هل يقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أو يقال يا أيتها النفس الغريبة اخرجي إلى سخط فلا تسألني كيف تكون الخواتم. لا ليت شعري في تلك الساعة التي خفت مفاجأ الصالحات فلا توفران وفي لحظة واحدة أسلمت الروح إلى البر والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هناك يحس العبد بدار غريبة ومنازل رهيبة عجيبة، فلا إله إلا الله
في لحظة واحدة من دار الهوان إلى دار النعيم المقيم. فلا إله إلا الله في لحظة واحدة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وفي لحظة واحدة من جوار الأشرار إلى